السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء السعي، ايه الاخبار؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وباحسن حال. في الفلوج الخفيف اللطيف ده انا شاركت معاكم يومي كامل في معرض الكتاب واهم الكتب اللي انا اشتريتها، وما بيني وبينكم كده دي اول مرة اروح في معرض الكتاب، فكانت مفاجأة بالنسبة لي الصراحة. فمن غير مقدمات كتير يلا بقى نبدأ الفلوج. متأخر صباح السعي موتوا بعض. يلا السلام عليكم. صور فين الشنطة؟ معاك ايه؟ صور. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. صباح السعي. متوجهون الآن نحو نروح فين دلوقتي؟ معرض القاهرة الدولي للكتاب. بس احنا لسه في قلب مدينة كفر الشيخ العظيمة. متأخرين؟ الساعة كانوا 7 بيقولوا التجمع. هم اصلا اتحركوا الساعة 7 عادي. كانوا بيقولوا التجمع 6 باين؟ ده العادي يا ابني، انت لو ما اتأخرتش يبقى في مشكلة اصلا. يا دوب. انت اللي مصحينا اصلا. ايوه انا ناديت عليك لانك نايم فعلا. وعمال تقول لي اصحى بدري وبتاع ومش عارف ايه. يلا خير. ونتقابل في النعيم. ما جايش صليت ليه في النعيم؟ ها؟ فضحني بقى. صليت في النعيم ليه؟ صليت في النعيم ليه؟ منور يا نور. منشني كده ونسيته نستناه. اتفضلوا معانا. السؤال لكل الناس تركز، ماشي؟ سؤال سهل بقى. هو عايز يجاوب عشان يسأل. مش هديك، مش هخليك تجاوب. طيب، ايه هو العام اللي اقبلت فيه القبائل عشان تعلن اسلامها؟ مش عايز رقم، انا عايز اسم. 9 بعد هو السياسي اللي ادى للملك فاروق بعد ما تولى الحكم عربيه مرسيدس. لا ده صعب ده. في بعض انواع الكتب كده ما تشتريهاش من بعض خصوصا اول سنه، خصوصا الكتب الجديده. اول حاجه لا تتعجل بالشراء، يعني انت لغايه العصر كده ما تشتريش. الكتاب ده عباره عن سلعه واللي بيبيع ده تاجر، فبيحاول يروج للسلعه. ايه مثال؟ مرة راح يقطع التذاكر. ده تبعنا يا جدعان. والله؟ راح يقطع التذاكر 150 تذكرة. طب ما كان عملها على يلا راح يدينا ميه. منور يا براء. عسل يا براء ما شاء الله. يلا عود. عامل ايه يا ابو وش؟ منور. وش يا وش. اسمك ايه؟ اسمه محمود. حود؟ يس. احلى حود. حبيب قلبي. منور. ده جناح كام ده ولا صاله كام؟ صاله 6؟ دي احنا في صالة 4. صاله 4 تلاقي الجناح مكتوب ايه 10 في 3 كده يعني. شغل اغاني اهو. الريحه حلوه. ما انت في جناح الازهر. شفت اللي في وشك اهو الازهر. الازهر الشريف. اصدارات. ده هتلاقي كتير. بس يعني خلينا زي ما احنا وبعد كده نكسر. ممكن العالم يحمل المسلمين اهو. حنة خالتك حنة النهارده. بيقول لك حنة. اللقاء بتاع مركز حكماء المسلمين. استنى ما احط البتاع ده. هنا؟ كان اسمها ده؟ صور كتير عشان تعمل كرتون. دلوقتي في الطريق الى السور الازبكيه. جبنا كلنا. انت عملت ايه في قدوه صحيح؟ احلى كشري. يا خلود
اه بس ما فيش الليمون، ما فيهوش بيعصرش ايه؟ هو منظر بس. صح؟ دلوقتي بقى مع الفقرة اللي كله مستنيها، هي حصاد عام 2025 من معرض الكتاب. فيلا بقى نبدأ عشان طبعا كله مستني الفقرة الجميلة دي. دي أول حاجة، دي فواصل بتتحط في الكتاب مالناش دعوة بيها، فواصل عادي ماشي. المحقق باور جزء رقم 12 و6. دي الغاز زي ما بتوع الدار قالوا لي، يعني ان هي الغاز كده بتحلها وكلام من ده، بس طبعا دول مش ليا، دول لاخواتي البنات، بس عجبوني الصراحه. فان شاء الله بعد ما هم يخلصوها انا هاخدها اقراها، يعني انا هاخدها اقراها باذن الله. جميله قوي الفكره بتاعتهم. كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للامام ابن القيم رحمه الله. طبعا انا كتب ابن القيم كلها تقريبا بجيبها يعني، بس الكتاب ده كان ناقص عندي فجبته، فان شاء الله انتفع بيه وانفع بيه الامه ان شاء الله باذن الله تعالى. طبعا الخط صغير شويه، بس يعني كان في اصغر من كده والله، بس ده كويس. طبعا جميله. طريق الهجرتين وباب السعادتين. الوابل الصيب من الكلم الطيب برضه للامام ابن القيم. الطبعه بتاعته مش احسن حاجه، بس والله يعني انا محتاج كتب ابن القيم كلها. ليه بقى؟ لان كتب ابن القيم كلها جميله وكلها هتستفيد منها. ف 30 جنيه بس، فقلت يلا. معانا بقى كتاب عن اسباب النزول، اسباب نزول الايات والقران للامام النيسابوري. الكتاب ده قديم جدا، زي ما انا كلمت الدكتور السباعي هو اللي قال لي، يعني قال لي ان الكتاب ده قديم، وقال لي كويس هاته، يعني ما قال لي ماشي هاته. طبعا بيتكلم بقى معاك في اسباب النزول، سوره طه، سوره الانبياء، هتلاقي مثلا سوره الحج، يعني بيتكلم معاك في اسباب النزول بتاعه القران، الاحاديث الوارده. فكتاب قيم جدا وان شاء الله ننتفع بيه. اسباب النزول. اكس او، انا جايبها الاطفال هنا اللي بيحفظوا معايا، نقعد نلعب شويه كلام من ده ماشي. فلقيتها هناك فقلت اجيبها بالمره. جلسات نفسيه وممتلئ بالفراغ، ده للدكتور محمد ابراهيم وده للدكتور عماد رشاد عثمان. الفتره دي الصراحه انا مهتم بالسايكاتري شويه، بعلم النفس يعني عامه، فقلت اجيب الحاجات دي عشان عايز اتعمق شويه في المجال ده، فان شاء الله انتفع بيهم ونعمل لكم فيديوهات وتنتفعوا انتوا كمان معانا باذن الله. كتب بقى العلامه ابراهيم السكران، من اهم الكتابين، مسلكيات والمجريات. من زمان قوي عايز اجيبهم، كانوا اغلى شويه في هناك، بس يلا مش مشكله ان شاء الله ننتفع بيهم، ده الاهم. معانا بقى روايه كده للدكتور مصطفى محمود. طبعا ما قريتش روايات قبل كده، فكنت سمعت ان الدكتور مصطفى محمود ليه 3 روايات مهمين، الروح والجسد، ورحلتي من الشك للايمان، وحوار مع صديق الملحد. لقيت دي فجبتها، التانيين الصراحه ما لقيتهمش، وباذن الله ممكن اجيبهم من هنا يعني، فاللي قراها يقول لي رايه في الكومنتات. ده واحد صاحبي كان بيجيب روايات من ديت الصغيره ديت، فجاب لي دي هديه كده معاه، بس جميله الصراحه، فيها صور كمان، يعني ممكن تلاقي فيها صور جوه وكلام من ده، في اللذيذ كده ماشي. دي نوت قاطع قوم، اول مره اجرب النوتس دي اللي هي الساده خالص دي اول تجربه ليا ان شاء الله. حلو. الحياه تبدا بعد القهوه. عنوان يشد، انا الحاجات دي بتشدني قوي، الحاجات دي بتشدني، فجبتها عشان بشرب قهوه كتير، بس. اما الكتاب اتقل كتاب معايا اللي ملوش لازمه ده ماشي، حول الحكم والاداره، ده واحد ادالي هديه، فقلت له ماشي والله ما هزعلك. بس كده، ده كان حصاد 2025. ربنا يا رب ما يقطع علينا عاده، ولا يحرمكم مني ولا يحرمني منكم. وان شاء الله السنه الجايه نروح تاني معرض الكتاب.